قررنا ان احنا نرد على الاسئله والكلام والكومنتات اللي كتبت لنا في الفيديو ده. ايوه بقول لك قومي اعملي لي فطار، انا عايز افطر. روح افطر اي حاجه يا محمد، في ايه مالك؟ ادخل المطبخ اعمل سندوتش جبنه كده بسرعه مع شاي باللبن وانزل. كل يوم هنقدم لكم فيديو بنرد فيها على اكتر اسئله واكتر كومنتات استفزتنا واكتر حاجات عايزين نرد عليها قدامكم، بس في منهم حلوين وفي منهم وحشين. اول كومنت معانا من اسماء محمد عاطف، واسماء بتقول لنا هو الرجاله مالها بجد؟ ايه ده؟ ما يفطر نفسه. هي عملت نقول شكرا، لكن ايه ده؟ ما تيجي تضربيني قلمين خدي وشي. جدع يا اسماء، برافو. جدع اسماء ايه؟ هي عملت نقول شكرا، طب ما عملتش ما يطلبش. ما عملتش تقوم تعمل. لا ما تقوم تعمل. هو احنا كرجاله بندفع فلوس ويطلع عينينا عشان خاطر نتجوز ومراتاتنا ايوه اللي متجوزها دي مش شغاله عندك، لا بس دي شريكه حياتك. لا بس واجب تعملي يعني لي. لا مش واجب، عملت نقول شكرا ما عملتش. تقول تعمل انت وانا اقول لك شكرا. واعمل انا ليه؟ انا راجل مستعجل عندي شغل لازم انزل. ما انا كمان قاعده بحط ميك اب ومستعجله. يعني ايه قاعده ميك اب ومستعجله؟ المفروض انت تصحي قبليه تعملي الفطار وتحضري لي الكلام ده بقى الفطار. هيقولوا شغاله، مفيش حاجه اسمها كده. هي الست قامت تساعد نقول شكرا، ما قالتش ما قامتش نقول شكرا برضو. تعمل انت وانا اقول لك شكرا. برافو يا اسماء. ماشي يا اسماء ماشي. الكومنت التاني معانا بيقول من عزة عبد الرحيم، وبتقول خلي بالك موضوع الفطار دوت حصل معايا وانا اكلت الحمص كله وبقى فرحان قوي، وبقى لنا سنه واقفين على الطلاق بسبب كده. امي فطريني. الله عليك يا عزة، أنا بشكرك على الكومنت اللذيذ ده. هو ده الصح. الزوجة اللي ما تفطرش جوزها تروح تقعد في بيت أمها، إنما تيجي تقعد معانا ليه؟ لازم تفطري جوزك، يبقى نازل فطران بدل ما يروح لأميرة وتفطره. ما تروح يا عم تفطرك وتفطرني، أنا مش معترضة، خلي أميرة تفطرك وتفطرني، أنا عادي ما عنديش مشكلة. أنا شايف إن لو هنتكلم بجد في الحتة دي بس صغيرة كده، لا ربنا يهدي النفوس وترجعوا تاني لبعض، لاني انا ما شجعش الناس ولا احنا نشجع الناس على الطلاق، بل بالعكس احنا نشجع الناس دايما ان هم يكونوا مع بعض ويقربوا لبعض، الازواج يعني. فلو هو عايز يطلع عشان خاطر النقطه دي فانا انصحه بصراحه ان هو عاوز يطلع عشان الفطار. فعايز اقول مثلا ان التابع الدمياطي ما قصرش، الشبراوي ما قصرش معانا، عربيات الفول ما قصرتش معانا، ما قصروش، سندوتشات الجبنه الرومي والتونه والكلام ده ما قصرتش معانا. عادي. او يا اسماء تعالي على نفسك وفطريه عادي مش مشكله، جوزك برضه يعني اعتبريه بالظبط، اعتبريه واحد عايش معاكي في الجزم عليه، خدي عليه ثواب. ثواب. على فكره احنا هناخد ثواب عادي، ايه المشكله؟ ايوه ما انا عارف. طب ما تاخدوا ثواب. انا لما اقوم افطرك اخد ثواب، لما اقوم اغديك باخد ثواب. امال لما تعشيني بقى بتاخدي ثواب كبير بقى، ده ثواب كبير بقى كبير بقى. لان العشاء ده حاجه انا مش بعتبرها موجوده في الحياه. هي نيره بالنسبه لها هو البيت فطار وغدا عشان التخن عشان الكرش. ايوه. السؤال الثالث بيقول من دكتور جيهان، هو في ايده نقش الحنه ولا مشلول؟ ما يفطر نفسه ويعمل لها سندوتش معاه، فيها ايه اعوذ بالله؟ ده لو شغاله عنده هيقول لها لو سمحتي ساعديني اعملي فطار مش هيقوم. ايه يا دكتوره انتوا كلكم مضطهديني في الفيديو ليه؟ ايه دكتوره جهال العظمه اللي انت فيها دي يا استاذه؟ انت دخلتي عليا بعظمه، ايه العظمه دي؟ صح ولا لازم عندك حق؟ انت 100 100 انت زي الفل. لا يا دكتوره لا يا دكتوره لا يا دكتوره لا يا دكتوره المفروض يا دكتوره ان مدام واحده عايشه معايا كست تقوم يعني ايه تفطرني. واحده عايشه معايا؟ انت ايه ده؟ في ايه؟ يعني مراتي عايشه معايا كست، المفروض هي المسؤوله عن المطبخ. مراتك مش شغاله، مراتك شريكه حياه. طب ما هو شريكه بقى، يبقى انت تفطريني وتغديني وتعشيني عشان انا شريكة عشان يعني انا بصرف على البيت. انا شريكه يعني انا افطرك مره انت تفطرني مره عادي، شريكه مش شغاله. خلاص يعني انت تصرفي مره وانا اصرف مره، شريكه. طب انا بساعد عادي، بساعد انا مش بساعد. وانا بساعد انا مش بساعد. لا مش بتساعد. لا بساعد. لا بساعد. لا مش كداب. لا يبقى انت كداب. لا يبقى انت كداب. لا يبقى انت كداب. دكتور جيهان انا شايف يا دكتور بصراحه ان الكومنت اللي انت كتبتيه ان انا على ايدي نقش. برافو عليك يا دكتور جيهان، انا بصراحه شايفه ان انت زي الفل وكومنتك زي الفل، وقلت لك خدي قلبي، لان انا شايفه ان احنا في الزواج احنا شركاء حياه وليس شغالين نقوم نعمل فطار وغدا وعشاء وننظف البيت ونهتم بالاولاد ونهتم بنفسنا ونهتم بزوجنا، يعني تو ماتش بصراحه. والزوج مجرد ان هو بيجيب فلوس بس يبقى حرام. رابع كومنت بيقول من ام الميسام او امال ميسم او ليها حاجه تانية انا مش عارفاها، ممكن قولي لنا اسمك عشان هو عشان ملزوق في بعضه.
بتقول لي لا تزعلي لما تلاقي يتزوج عليكي اميره. الله عليكي يا ام الميسام، انا قلت في الكومنت ايه؟ انا بحييكي. انا قلت في الكومنت ايه؟ يعني ايه قلت في هي الكومنت؟ انا قلت في الفيديو ايه؟ ايه بقى؟ اميره هتبص لك على ايه؟ ايوه عشان الناس كلها الحمص. عايزه الحمص. طب سؤال يا جماعه، هل فعلا الستات كلهم عايزين الحمص؟ اه طبعا. مش عايزين زوج وسيم جميل هيعملوا ايه بقى شياكه، بالوسامه بقى؟ يعملوا ايه بقى؟ شياكه ولباقه هيعملوا ودلال ايه؟ وجمال وحلاوه. يعني ايه دلال وجمال ده؟ الناس كلها في الكومنتات فاكره ان انت بتتكلم عليا انا. يعني عليا ايه دلال انا، وجمال؟ انا الجمال والدلال انت والحلاوه. دلال ازاي؟ دلال بتاع النساء. دلال يعني نساء؟ دلال يعني دلع، ايه دلال. ده، ما تنطبقش على لا الرجال؟ تنطبق على الرجال. خلاص يبقى جمال بس وشياكه ماشي، ردوا علينا في الكومنتات. الستات محتاجه الشياكه لا والكلام بس ده انا في ايه؟ شايف ان الكومنت بتاعها بتقول لك ما تزعليش ان هو لما يروح يتجوز عليك يا اميره. ما انا هو شايف لو ان ده مش رايح. سبب، انا شايف ان ده مش سبب ان يخلي اي راجل يروح يتجوز على مراته، بسبب ان مراته ان في واحده تانية بتفطره يعني. لو كده هيروح يتجوز شيف بقى. ما بالظبط، يعني على فكره في اصلا ناس كتيره ما بتعرفش تعمل اكل وما بتعملش اكل، او في ناس بتعمل اكل بس بيطلع كله بايظ مالح مش عارفه لا ايه. دي تبقى ما كارثه لو بتعرفش انا تطبخ. اتجوزت واحده لا ما بس في بتعرفش ناس، تعمل. لا على فكره، بس في ناس متجوزه بص ما تعنصرش الدنيا. في ناس متجوزه ستات ما بيعرفوش يطبخوا وبياكلوا اكلهم ايوه كله في من رجاله، بره في رجاله عادي. تستحمل ده، انا من الرجاله ما اقدرش ما انا مش اقدرش. بتكلم عليك، انا ما اقدرش، انا انا كواحد. بتكلم على ان ما في تقطعيش كلامي، كده. ما تنطيش في كلامي، انا واحد ما اقدرش ان انا هو ايه اللي ما اتجوز تبصش في واحده. كلامي؟ لما اتكلم اسمعني ولا انت لا تتكلم؟ لا انا بتكلم انا الاول طب لا انا اللي تسمعيني، هتكلم لا وانت انا اللي اللي اتكلم، انا تسمعني. راجل تتكلم الاول طب ما تسمعيني. هنقفل بقى الفيديو. انا هتكلم انت تسمعني. خليني اخلص كلامي الاول. خلصي. في ناس كتيره متجوزه ستات ما بيعرفوش يعملوا اكل عادي. ده مش سبب نطلق فيه مراتاتنا عشان هي ما بتعرفش تعمل اكل. خلاص اروح اتجوز واحده تانية تعمل لي اكل. روح اتجوزها تاني تعمل لك اكل لو انت شايف ان دي متطلباتك في الحياه، ان انت تاكل وتشرب. في رجاله تانية متطلباتها حاجات تانية، في رجاله تانية متطلباتها اسره، في رجاله تانية متطلباتها ان انا اتجوز واحده ما هو حلوه. لو في رجاله. الاسره لو ما بتتغذاش كويس، العيال هيطلعوا ماشي. مفلسعين، الراجل يعني هيبقى ما عندوش لا طاقه انه احنا كده يشتغل. كده، بص كده كده هناكل اذا كان من البيت او من بره البيت، كده كده هناكل. ما ينفعش يبقى كله من بره، لازم يبقى لازم في لا ايام في ليه؟ طب البيت. ما في ناس كتير عايشه بتاكل كل يوم من بره ماتوا. لا بس صحتهم ما تبقاش حلوه. ماشي، بس انا بقول ان في كده، في كده وفي كده، صح؟ وفي ستات ما بتعرفش تعمل اكل وبتقعد تعكعك في البيت، بس نشكرها لانها حاولت. ماشي نشكرها لانها تعبت. بس تتعلم بسرعه بقى، مش شرط. تتعلم بسرعه مش عشان انا شرط. عايز اتغدى. مش شرط. طب قومي اعملي لي الغدا. والزوج اللي مراته تكون ما بتعرفش تعمل اكل وبتتعلم علشانه لازم يقدر وياكل الاكل حتى لو في حاجه غلط ويشكرها. اللي بعده. السؤال الخامس بيقول، هنرجع نهدى تاني. حسن نيرة اف ام. السؤال الخامس بيقول من احمد ايه عزب 1. والله انا معايا فلوس اتجوز 2 وبرضه مراتي مش بتفطرني. الموضوع مش موضوع حمص بقى، ده كده في حاجه تانية. ايه بقى الحاجات التانية دي؟ انا ما فهمتش الكومنت. يعني بيقول ان هو معاه فلوس ان هو يتجوز زوجة تانية عادي. المشكلة ماشي. مش مشكلة الحمص. واضح ان كده في حاجة تانية بقى. ان الست يعني ان تقريبا ان الستات بقى مش فارق معاها، يعني مراته كده كده مش بتفطره برضه حتى وهو معاه فلوس، يعني هي مش خايفة ان هو يتجوز عليها تاني. اه شابوه المرة. ما فهمتش برضه. يعني هو معاه فلوس. انا عارف ان انت معاك فلوس تتجوز زوجة تانية، اه، وبرضه ومراته عارفة ان هو معاه فلوس. ومراته عارفة ان هو معاه وبرضه فلوس. مش مهتمية ولا برضه بتفطره. فهو بيقول لي واضح اه ان المشكله مش في الحمص مش في بقى. الحمص. واضح المشكله فيكم انتوا، ان انتوا مش فارق معاكم حاجه يعني. اه ممكن، صح ممكن برضه. ايوه. بس ده برضه غلط. يعني هي تقوم تعمل له فطار عشان هو معاه فلوس بس، ولو معهوش فلوس تقومش تفطره. لا في الاتنين يعني تقوم هل انا تفطر. مثلا ما فطرتكش عشان انت معكش فلوس؟ ولا لو انت كان معاك فلوس كنت تقوم فطرك عشان انا خايفه انت تتجوز عليا؟ الستات ما بتتهددش. طب ما دام بقى الستات، لان زي ما انت ما تقعد دام تتجوز الستات، عليها، انت لو هي هتطلب منك الطلاق وهتطلق وهتروح تتجوز طب هي ما دام كمان. الستات بتفكر في الحمص، يعني معنى كده لما تيجي تقومي تفطريني اكرمش لك 100 في ايدك، 100 جنيه. ما يجوش حاجه، مش هوافق برضه. يعني لو انا اديتك اكتر من 100 جنيه هتقومي تفطريني؟ على حسب، لو هتديني 2000 جنيه هقوم افطرك. يبقى هنا المبدأ الفلوس، هنا المبدأ الحمص، هقوم افطرك روح. هنا المبدأ الحمص. انتوا بتدوروا على الحمص. في ايه يا جماعه؟ لو انا مثلا زي مثلا انت مثلا خدتي ايه 100 200 جنيه مثلا تروحي تفطري كده 100 200 جنيه، تنزلي تجيبي لك حته اي لاينر، تنزلي تجيبي لك
قلم روج، تدلعي الدنيا، ما هو برضه عائد على مين؟ على الزوج. طبعًا، هو امال أنتِ ايه؟ بتسوّقي لمين؟ للزوج. مش أحسن ما تخش كده تلاقي مراتك قاعدة زي الكنيش كده وقاعدة اه عاملة كده مثلًا بقى اه ومفيش بتاع؟ اه طب اديكي 100 جنيه وتقومي تفطريني عشان لسه ما فطرتش لحد دلوقتي؟ لأ مش قادرة بصراحة، حتى لو هتدّيني 300 جنيه مش قادرة. السؤال السادس اللي معانا من نوفاي ايج. انا دايما بسمع الست لما ما تلاقيش فلوس بتهمل الزوج ومعرفش ايه وغيره وغيره. انا بجد بستغرب، هل دي حقيقة؟ وان روح افطر وفاكس ولا ما تفطرش وما يهمش؟ بصراحة لو الجواز كده فيع. ممكن أنا هارُد بجد بقى والله بجد مش هاهزر، هارُد بجد على الكومنت ده. قولي. بصراحة أنا باشوف إن الزوجة المصرية أصيلة، لا أصيلة. بصراحة لأ، الزوجة المصرية يعني أنا ما أعرفش بصراحة في باقي البلاد، لإن أنا عمري ما طلعت برّه مصر، بس أنا مثلًا باشوف وعندي أمثال كتيرة حقيقية على أرض الواقع، إن الزوجة المصرية بتعيش مع جوزها على الحلوة وعلى الوحشة، بس أنا برضه في بصراحة، نقطة صح والّا لأ لأ؟ صح، بس في حاجة برضه عايز أقولها. هي بتقول إن دايمًا باسمع إن الست لمّا ما بتلاقيش فلوس بتهمل الزوج. ده غلط، دي نقطة غلط، لإن في ناس من طبقة يعني أقل من طبقات عالية مثلًا، أقل مثلًا من طبقات مثلًا طبقة متوسطة، طبقة مثلًا فقيرة، لأ بتلاقي الزوجة مش بتهمل في جوزها، بل بالعكس يعني بتفطّره وبتخلّي عيالها بيروحوا يجيبوا فول وطعمية وتعالوا نعمل أكل وبتاع. يعني دايمًا حتى هتلاقي في مثلًا كده دايمًا طقوس يوم الجمعة ده، هتلاقي إن الناس بتقعدوا تتجمّع كده كعيلة فول والزوجة وطعمية وفول وجرجير وطعمية وبتاع. وجرجير. الزوجة هي اللي بتعمل الmood ده. فلأ النقطة دي غلط يا نوفا. أنا ما يعني مش شايفها صح. برضه خلّيني أقول على حاجة، إن الفيديو من وحي الكوميدي، آه. يعني إحنا كل فيديوهاتنا لا تمُت بالحقيقة بصلة، لأ خالص، إحنا تمام؟ بنضحّك الناس مش أكتر يعني كل فيديوهاتنا بنعمل. عبارة عن كوميدي، إحنا واخدين الtype ده من الفيديوهات، ولكن هي مش حقيقة. السؤال اللي بعده، السؤال السؤال السابع قصدي، دلوقتي السابع. السؤال اللي بعده السؤال السابع من سهيل ناصر. بتقول: هذا السبب اللي يخلّي الرجالة تعدّد الزواج لمّا يفتح الله عليهم. الله عليكِ أنتِ يا سهيل. هو معلش لو الراجل لو أنتِ عِشتِ معاه في الوِحِش، ولمّا ربنا يفتح عليه يروح يتجوّز عليكِ عشان أنتِ ما بتفطّريهوش، يبقى مع السلامة. صح. يالّا مع معلش يعني السلامة. أنتِ عِشتِ معاه مع وهو ما السلامة، مع معاهوش، لمّا السلامة. يقوم رايح متجوّز السلام عليكِ، عليكم، مع السلامة. طَب يالّا مع السلامة، هات الموبايل بتاعي بس كده وامشي يالّا مع السلامة هتوحشنا. السؤال التامن بيقول قولي وجهة نظرِك طيب. يعني السبب ده بيخلّي إن أنا شايف من وجهة نظري إن ده مش سبب أساسي إن يخلّي إن الراجل يتعدّد زواج، لإنه أنا شايف إن ده مش سبب كافي، بل بالعكس يعني عادي لو أنت زوجتك ما بتفطّركش، عادي صباح الفل يعني ممكن أنت تفطّر نَفْسك أو ممكن هي ذات نَفْسها. على فكرة عايز أقول لكم على حاجة، في حتّة كده في الستات أنا بالاحظها يعني وبالاحظها في مراتي. الست ساعات بييجي في دماغها هي اللي عايزة تقوم تعمل فطار لجوزها. يعني ساعات نيرة بيهِش في دماغها كده أنا عايزة أنا اللي أعمل الفطار. وساعات بييجي في دماغي أنا مش عايز أقوم أعمل حاجة، صح؟ هي بُص هاقول على حاجة برضه بصراحة، فمش كل هي مش الأوقات شرط. هتلاقيها هي، مش هتلاقي أنا كل عايزة الأوقات. أتكلّم. أنا عايزة أقول على حاجة، هي مش شرط تبقى mood، ولا هي ساعات بتبقى عايزة مش عايزة، هي ساعات بتبقى تعبانة، ساعات بتبقى سهرانة، ساعات بيبقى مثلًا ابنها تعب والّا بنتها تعبت فقاعدة معاها طول الليل، ساعات بتبقى صاحية بدري مش قادرة. عادي، إحنا بشر، إحنا كستات إحنا بشر، عندنا لحم ودم وأحاسيس وعندنا حياة برضه، أكيد بنحس، ساعات بنبقى قادرة أقوم أعمل، ساعات بابقى مش قادرة طبيعي أنا إنسانة، زي ما الراجل ساعات يبقى قادر يقوم يشتغل، ساعات مش قادر يقوم يشتغل، ساعات يبقى عايز ينام، ساعات يبقى مش قادر يتحرك، ساعات عاوز يقعد على الموبايل، ما إحنا برضه بني آدمين. ساعات برضه بنحس بنفس الأحاسيس يعني، مش mood هو. شكرًا سهيلة. السؤال. شكرًا يا سهيلة، مش شكرًا، ما عجبنيش الcomment. آسفين يا سهيلة. السؤال اللي بعده من منى حسون. بتقول: شبه الفنانة ريهام حجاج عسول اللهم بارك. ساعدوني بقى في الحتة دي، عشان أنا جالي كومنتات كتيرة أوي على موضوع ريهام حجاج ده، لأ ومش كومنتات بس، ده أنا في العيلة كمان عندي بيقولوا لي إن أنا شبه ريهام حجاج، هو أنا شبهها بجد؟ بس أنا مش أنا شبهها، شايف إنه يعني ممكن تكوني واخدة منها شوية كده، بس مش عارف يعني. أنا مش حاسة إن أنا شبهها، أنتم الاتنين بس أمارات. هي ريهام حجاج قمر بصراحة. أنتم الاتنين أمارات. وبعدين دي مناخيرها صغننة، بُص أنا مناخيري قد إيه. أنتم الاتنين أمارات. السؤال العاشر
بيقول البنت بتمثل جميل جدا احسن من مشاهير كتير. لا، في 11 لايك عليه، خلي بالك في يعني 11 في لايك عليه. 11 واحد متفق مع اسمه ايه؟ الله يا فنانة، اسمه ايه طيب؟ ممكن امضى هيكون دي. الكومنت يا ايه؟ جماعة كان من تومة 71933. فالكومنت ده والله يا جماعه، ليكي انا لو مستقبل. عندي فرصه ان انا امثل همثل طبعا. طب وانا مش همثل؟ لو في اي مخرج او منتج يكتشفني انا موافقه. يبقى السؤال ال11 من محمد عبد الحق، بيقول هي الست بتفطر عيالها لما تفطر جوزها؟ كل سنة وانتوا طيبين يا قلبي. يا عم وانت ده يا طيب، عيني، ده الدنيا عدت عليه خالص. يا عم وانت طيب. انا بستغرب قوي، هل في فعلا امهات ما بتفطرش عيالها؟ على فكره يا انا جماعه، عايزه أقول على حاجه. الاطفال يعني انا يعني حتى لو تعبانه بصراحه لازم اقوم. بس هو الطفل هيعمل ايه؟ لو هو هيقوم يفطر نفسه، هو مجرد ما يقولك انا جعان، يعني انت هتعملي له ايه طيب؟ حتى لو جعانه هتقومي، حتى لو قصدي لو تعبانه هتقومي. وانت اكيد لو ابنك قالك انا جعان وانت تعبان مش هتقوم. لا هقوم طبعا. انا لو هو شايف طفل بس في هيعمل سن ايه؟ معين، لحد سن معين بعد كده هو يقوم اه يفطر طبعا نفسه. طبعا. يعني لو انا مثلا ابني عنده مثلا 15 16 سنه، لا هو يقوم يفطر نفسه بقى، هو خلاص هو دلوقتي بقى شاب ويقدر ان هو بيروح مدرسته وبتاع وبينزل ويخرج ويلعب، لا بس روح فطر نفسك عادي جدا او انزل افطر بالظبط. من بره. فانا شايف ان هو ما فيش. بس لو طفل طبعا لا يعني لو طفل عنده مثلا 5 سنين 6 سنين 3 سنين سنتين، اللي هي الاعمار من لحد مثلا اللي سن ال هو خطر 14. يدخل يستخدم اه المطبخ لوحده. بالظبط، لحد 15 سنه لا طبعا الام هي اللي تقوم تفطره وتعمل له الفطار. انا شايف دي وجهه نظري بصراحه. في السؤال ال 12 من عادل مصطفى 25، هو ده النظام دلوقتي، افقري الراجل وارميه وسط الحريم، محدش يبص ليه لانه فقران. يا فقران يا جعان مش يا عارف، ميتان. حاسس ان هو بيتكلم بيقول كده، تحس ان هو هو بيذل الراجل الفقران. ليه يا عادل، ليه يا عادل، ليه يا عادل، ليه كده؟ لا بص انا شايف لا، ان عايز الراجل الفقران اكيد مراته هتشيله في عينيها، يعني في ايه يا لا، جماعه؟ وانا شايف ان عادي ممكن لو راجل فقران مش فقران، لا في ستات عادي ممكن تبص للرجاله العاديه. يعني انا شايف ان ملهاش علاقه ان الستات بتبص للراجل اذا كان معاه فلوس ولا لا، لان في لا، ناس ممكن أقول على حاجه. معهاش يعني معلش، فلوس لو واحد والستات رايح بتبص يتجوز له. زوجة تانية مثلا هو فقران، يعني انت حيلتك ايه؟ مش لما حيلتك عشان تتجوز زوجة تانية. صح، ممكن برضو صح. لا مش ممكن، ده حقيقة. هي الزوجة التانية هتتجوزك ليه وانت اصلا مش معاك يعني انت مش معاك اصلا في تفتح بيت الاولانية. تاني يعني. هتفتح بيت تاني منين يا حبيبي؟ معلش. وبكده نكون خلصنا فقرة الأسئلة على الفيديو ده. وخلينا برضو ما ننساش حاجة يا جماعة في فقرة الأسئلة بتاعتنا دي، ان احنا محتوانا كوميدي. وانا بعيد تاني مرة، احنا محتوانا كوميدي، وكل فيديوهاتنا ملهاش اي علاقة بالحقيقة خالص. هي مجرد كوميدي، بنضحكوا بنبسطكوا. هو ده المحتوى بتاعنا. وبرضو مش عايزين ننسى ان الزوجة المصرية اكيد 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 عمرها ما تشوف مثلا حد من اهل بيتها جعان ومش هتقوم. وده مش الزوجة المصرية بس، اكيد برضو في كل ازواج العالم في الدنيا اكيد مش تشوف جوزها جعان او ابنها جعان او حد من اهل بيتها جعان وهتقول له يلا روح فطر نفسك، او روح شوف حد بره يفطرك او حاجه. هي اصلا مجرد ما تشم ان في اميره في الموضوع هتقوم مش هتسيب ان في اميره، يعني ان احنا غيورين بطبعنا. ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هنختار فيديو من الفيديوهات اللي احنا نزلناها ونفتح الكومنتات ونبدا نشوف الكومنتات ونشوف اكتر كومنتات عايزين نرد عليها ونعمل لو لكم الفيديو فيديو. دوت عجبكم، اه لو الفيديو ده عجبكم واحنا حسينا ان هو عجبكم وشفنا اقبال عليه، هنعمل منه بارت 2 3 و 4، وهنرد على اكتر الفيديوهات اللي جايبه مشاهدات عندنا وجايبه كومنتات عاليه. هنرد عليها في فيديو تاني. يعني احنا كل الكومنتات دي كانت موجوده في فيديو واحد. لو حلو هنكمل في باقي الحلقات وهنعمل فيديوهات تانية بنرد على الكومنتات بتاعتكم انتوا. اكتبوا لنا كومنتات حلوه. ما تنساش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد عن القناه بتاعت ملاح ونيره. انبسطنا معاكم وهنقابلكم الفيديو اللي جاي. باي باي. سلام.